اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج العذراء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. انا شايف ان طاقتك يا برج العذراء ان هنا امورك بترجع تستقر في الجانب العاطفي بشكل مميز جدا، بل حد هنا بيجي يقدم لك بعض المشاعر والحب اللي بيرضيك بشكل كبير، وكمان هنا عندك تقدم بشكل ايجابي في الجانب العاطفي يا برج العذراء خلال الفترة اللي جاية. يعني في حد بيبدأ ان هو يكون قريب منك او يحسن الوضع معاك خلال الفترة اللي جاية دي. برج العذراء من الواضح ان انت بتفكر في حاجة بشكل كبير جدا وتفكيرك فيها شغلك بشكل قوي جدا. برج العذراء طاقتك هنا بتقول إن أنت شخصية عندك كاريزما عالية جدا وشخصية مميزة، بتقدر تراقب، وبل كمان ممكن يكون بعضكم متراقب. في الجانب العاطفي هنا يا برج العذراء أنا شايف إن أنت بتكتشف بعض الأسرار عن شريك حياتك، وممكن كمان نقول عليها أسرار قوية جدا، أو ممكن نقول عليها أسرار مختلفة تماما عن أي سر أنت ممكن تكون عرفته قبل كده يا برج العذراء. برج العذراء كمان أنا عايز أقولك هنا إن وضعك بيختلف تماما خلال الفترة اللي جاية في الجانب العاطفي، وإن هنا في تقدم مميز جدا، في تقدم هيكون تدريجيا في الفترة اللي جاية، يعني هيكون واحدة واحدة. برج العذراء القادم في حياتك بإذن الله أنا شايف إن في بعض العقبات اللي هي ممكن تكون مؤثرة اللي مخلياك تراقب بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهي قصة إن في طرف تالت دخل في علاقتك، بالذات لو كنت بتتعامل مع برج الجدي أو مع برج ناري. عايز أقولك يا برج العذراء هنا ممكن يكون في طرف تالت دخل في العلاقة بتاعتك، وده كان تأثيره سلبي إلى حد كبير في علاقتك مع شريك حياتك. وأخبارك في الفترة اللي جاية بتقول إن أنت بتكتشف بعض الأسرار، وموضوع الطرف التالت ده ممكن يكون مؤثر عليك بشكل سلبي جدا، لكن أنت بيبقى عندك فرص كتيرة جدا أنت محتاج تبصلها، ومحتاج كمان تشوف الفرص المتعددة اللي قدامك دي، وممكن يكون فيها فرص أفضل بالنسبة لك. بالنسبة لك هنا كمان يا برج العذراء خلال الفترة اللي جاية ممكن يكون في حاجات كتيرة مزعلاك في الجانب العاطفي، أو الشخص اللي انت معاه ده مش بيساعدك على إن الأمور تستقر بالشكل الإيجابي، فانت ساعتها بتحس إن العلاقة بتاعتك دي انت محبوس فيها أو مش أحسن حاجة. فانت هنا محتاج إن انت تمشي ورا إحساسك وشوف إحساسك بيقولك إيه يا برج العذراء. لو إحساسك بيقولك كمل في العلاقة هتكمل، ولو إحساسك بيقولك حط شروط أو حدود اعمل كده وما تترددش خالص. بالنسبة للمنفصلين من برج العذراء، هل هيبقى في رجوع ولا لأ؟ بالنسبة للمنفصلين هنا انتوا عندكم بداية جديدة ومرحلة جديدة، وبتنتقلوا من مكان لمكان، وبتبدأوا تتواصلوا مع بعض، وممكن يجيلك بعض الرسائل الجميلة او حد يحاول يقنعك ببعض الكلام الكويس. لكن انا عايز اقولك ان انت ما تتهورش وما تتسرعش في الرجوع يا برج العذراء، وفي نفس الوقت ما تتسرعش ان انت تقفل معاه. بالعكس خليك ذكي جدا يا برج العذراء خلال الفترة اللي جاية في ردود افعالك. برج العذراء هنا بالنسبة لك لو انت منفصل من 10 أيام أو ممكن من 10 أسابيع، فبالنسبة لك في بعض الزعل، لكن بعد كده أمورك بترجع تستقر مرة تانية، والأمور بتبقى أفضل بإذن الله بشكل كبير. ولو انت بتتعامل مع برج هوائي ممكن يكون الرجوع هنا شوية لسه متعب، ولو بتتعامل مع الأبراج النارية أو الترابية أو المائية الوضع معاك بيكون أحسن شوية والرجوع بيكون أسرع بكتير. لو عجبتك القراءة يا برج العذراء ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة.